شو هذا الفيديو؟ يحرك. ما شاء الله. تمام. يوجد هدف؟ تمام. المريض هون انا عم بقول له حرك اجرك، عم يحرك اجره. ايش عم يسووا له الشباب؟ عم يخيطوه. طب كلمة عم يخيطوه، عم يخيطوا له الجرح، ولكن هذا المريض بده يقوم يمشي. شو صار عندنا هون؟ لا شوف نحن عندنا 3 مراحل للحصار الشوكي: حصار ذاتي، حصار حسي، حصار حركي. تمام؟ آخر حصار يحدث هو الحصار الحركي، وآخر أول حصار بيروح هو الحركة. كيفكم فيها؟ طيب مثال، أنا خدرت مريض سباينال، شو بيقول لي المريض؟ حسيت بسخونة بإجريه، حسيت مي مسخنة كتوتوع إجري. هذا هو عبارة عن توسع الوعاء الشعري لأوعية الجلد وجريان الدم بشكل مكثف فيها، فبيحدث سخونة في الجلد، فبيقول لك إجريه سخنة. هذا هو الحصار الذاتي. بعدين بيفقد الحس، بعدين بيفقد الحركة. آخر شيء بيشل المريض، يعني أول شيء بيصير هذا الإحساس، بعدين المريض ما بيحسن يحرك إجريه. هذا بالسباينال. بالنسبة للسباينال أو الإبيديورال هيك ترتيبته. طيب وقت اللي بده يرجع المريض بالعكس، يعني وقت اللي أول شغلة بيفقدها هو الحصار الحركي. هذا المريض فاقد حصار الحركة، ولكن ما زال الحصار الحسي قائم. والدليل إيش؟ إنه حرك أجرك بحرك أجره، والشباب إيش عم يساووا فيه؟ عم يخيطوا، صح؟ هاي للأسف إن شاء الله ما بتشوفوها بحياتكم هاي الحالة.